هنعمل النهاردة وصفة، بصوا، من أحب الوصفات لقلبي. الممبار ده من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها وبموت فيها وبعملها تحفة بشهادة كل الناس. شايفين لون الممبار عامل ازاي؟ ذهبي. بصوا، الممبار ده من الحاجات اللي ما ينفعش تتاكل بره أبدا. انسوا ان هو يكون متنضف ولا متحبش ولا متمون زي ما هنعمله كده ابدا. نعمله النهارده بطريقه وطعم روعه، مش هتفكروا ابدا تاكلوه من بره ابدا. هنسمي الله، وهجيب معايا شويه زيت كده حلوين، وهنزل عليهم بنص كيلو من البصل. هقلب البصله كده لحد ما تاخد معايا لون كده. اول ما توصل للون ده بنزل عليها بقرن فلفل، بيفرق قوي في طعم الممبار. وبعد كده بضيف عليه برطمان صلصه كامل. ايوه، برطمان صلصه، ما تستكتروش الكميه خالص، لان انا عامله كيلو ممبار بياخد بالظبط برطمان صلصه. وبعد كده هضيف عليه كيلو طماطم مبشوره. بقلبهم كده مع بعض، وبعد كده بضيف عليهم التوابل. الممبار بيحب الصلصه والتوابل قوي. التوابل معايا ملح وفلفل وبهارات وقرفه وشطه وكزبره ناشفه وبابريكا. بحط التوابل كده، وبعد كده بحط معلقه كبيره نعناع ناشف، وبحط كمان معلقه سكر. بعد كده بضيف عليه الرز. كيلو الممبار بياخد بالظبط 4 كوبايات رز. دول 4 كوبايات رز مغسولين ومتصفيين كويس قوي. بحطهم، وبحط في الاخر الخضره برضو 4 حزم خضره مشكله. باخد الورق بس من غير العروق. دي مقادير هتطلع معاكم الممبار مظبوط بالملي، ولا زياده فتفوته ولا ناقص فتفوته. مقادير مظبوطه بالمسطره. باخد الخلطه دي وهقلبها كده تقليبه حلوه. وبعد كده التكه دي بقى بتفرق قوي في طعم الممبار. بجيب بصلايه كده نيه، بدعكها بشويه ملح وفلفل غير الملح والفلفل اللي حطيناه في التتبيله. بدعكهم كده كويس قوي مع بعض لحد البصلايه ما تنزل ميتها، وبحطها على خلطه الممبار. تخلي معاكم الممبار في حته تانية خالص. ضفت كده البصلايه وقلبت الخلطه كده تقليبه كويسه. وبعد كده جبت الممبار. شايفين؟ بصوا، ده كيلو ممبار مغسول مغسول مغسول. حطوا تحت كلمه مغسول دي 20 خط. مغسول متقطع غسيل، وقلبته على الناحيه التانية غسلته. وبعد كده رجعته تاني على الوش ده. وبعد ما خلاص غسلناه وقطعناه غسيل، يعني اغسلوه من هنا لحد بكره. شايفين لونه ابيض تحفه، يتاكل كده وهو ني. بعد ما خلصت كل ده نقعته في ميه وعصير ليمون. باخد الممبار كده بشيله من الميه، وبحشيه بالخلطه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، انا بجيب قمع وبنزله كده بمعلقه طويله، او ممكن معلقه خشب او شاليمو، اي حاجه. الافكار كتير، يعني الطريقه اللي تريحكم احشوا بيها. بصوا، بحشيه كده وكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما بخلص كده، الخطوه دي مهمه قوي، لازم اجيب الممبار كده كله وابططه كده، اريحه على الرخامه خالص. شايفين؟ يعني بصوا، الممبار لما بيستوي بيبقى شكله مدور. انا عايزاه في المرحله دي يبقى مبطط خالص. بططيه، ريحيه خالص، لانك لو ما عملتيش كده، اول ما تحطيه في الحله هيفرقع، او الرز هيطلع مكتوم ومش مستوي. تلاقيه تحس ان الرز محصول كده مش مستوي. فلازم الخطوه دي من اهم تكات الممبار، لا تخلي معاكي الممبار يطلع عسل من اول مره، وسوا كمان يبقى مظبوط جدا. ببططه كده. وبصوا، بعد كده انا بحب اعمل الممبار بقيسه، ما بحبش اعمله كده عشوائي، برضو العين بتاكل. بصوا، بعمل شبر كده كبير من ايدي وبقص. بعمله كده كله بيطلع كله نفس الحجم. لو مش عايزين تعملوا شبر، ممكن بالمسطره او ممكن بالنظر، بس اهم حاجه خلوا المقاس قريب. يعني بلاش تبقى واحده مثلا طويله وواحده صغيره، كده بيبقى شكله احلى في التقديم. بصوا، بقص كده، والحته اللي باجي بقص منها بوسع منها. بعد ما بخلص كده كل الكميه، بجيب وحده الممبار كده من الاول ومن الاخر، وبفضي منها شويه رز عشان الرز ده هيقع في الحله. خلاص كده، تمام تمام. بعد كده بجيب حله فيها ميه مغليه، وبحط فيها مستكه وحبهان وليمونه وملح وفلفل. ما بنحطش بقى ولا بصل ولا جزر ولا طماطم ولا بوكيه جرنيه ولا كل الكلام ده خالص. الممبار متمون بما فيه الكفايه. يا دوبك بس هي التوابل والليمونه، ما بنحطش حاجه اكتر من كده. الممبار سواه، اول ما بحطه بخليه ياخد غلوه كده 5 دقايق، وبعدين بهدي عليه النار. سوى الممبار كله على النار ما بيزيدش من 25 دقيقه لنص ساعه، ما بيقعدش اكتر من كده ابدا. بعد كده بطلعه بصفيه كده خالص لحد ما يبرد، وبقليه في الزيت. بصوا بالشكل ده كده، اول ما بياخد لون ذهبي من تحت بقلبه على الوش التاني. شايفين شكل الممبار؟ لونه ذهبي تحفه. بعد كده بجيب طبق التقديم بقى، وبحط فيه كده فرشه من البقدونس، وبرص بيه بقى الممبار. بصوا، دهب تحفه. متاكده جدا ان هو هيعجبكم. من قلت لكم كل التكات اللي تخلي معاكم الممبار ناجح 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 وطعمه زي العسل. من اول مره جربوا الممبار بالطريقه دي، واكتبوا لي رايكم في التعليقات.